يعني عالی CPT مگو CPT دستلاتاره کو کنترل بکه جیه گرتیگه ها و دولت هم مجبور بکه جگوری پیمانه دولت عالی معفی مروان ده رفورما بکه لجیه گرتیگه ها ل عالی بتا گرامه عالی بتا گرام بشتم بتا گرام دانه برزو جوان دادگه ها معفی مروان اوروبا بريار دا 2014 ده بريار كده جو أوجي ده معنا بمفكرنا مع في مروان جو إشكنجة قدخية لمبكة جراب ده معنا جو إشكنجة جبي عالي لجي مع في مروان بمفكر تركيا تركيا مجبورة زاغونها بجهرية اللي بشتي دادجها مع في مروان أوروبا دستلاتار هي كونسي أوروبا قوميتي وزيرة قوسي أوروبا وقوميتي وزيرة دشوبينه كو برياري دادجه دولة دينجي يا ناينجي قوميتي وزيرة ve doza Öcalan dido بريارة Öcalan dido دشوبينش آلی Türkiye ve بريارة دينجي يا ناينجي ليش 2014 ve Türkiye tıgaveki baş navetiye jivi ali ve ji em saziyen Türkiye ji saziyen navnetevi ji mezaf icara serdana ve komiteye kiriye ev komite devletin Avrupa'ya diriş alim ve beta gram ve şobandına çetir kiriye o devlete mecbur kiriye kozagonu ve bughrine lehin Türkiye jivi ali ve gavna aleti o ev komite ji دستلاتاره که ترکیه مجبور بکنه به عالمه نخابتن. ام دکارن وسالجن، ام دکارن و بکم مجاج عالی کمیته وزیره، عالی کنسه عالی کمیته وزیره که گاو باویجه. چونکه مجبور اوجیلی گاو باویجه و 8 سال 9 سال گاو ناویتیه و معنای بریاره aynı zamanda معنای بریاره de ve معنای که 25 سال گرتیه بقدر ممكن أكون تحليل شيبة. أم وقتك نزل نكو 25 سالة برئيس أوجلان جي تجربة جبي على مجي أم بمجالي هردايم خدي دركب. راح أعلق على نقطتين أو ثلاثة. السلسلة اللي طرحناها من خلال أطروحات سيد أوجلان المفكر الأممي عبارة عن قضية حرية المرأة كانت حسب حاجة كل مرحلة وكانت جواب لكل مرحلة طبعا جواب استراتيجي يعني لهلا المشاريع اللي طرحناها واللي شرحناها متواجدة مستمرة واحتمال يكون في تطوير بهذه المشاريع لحتى مستقبلا تصير حلول أخرى لقضية حرية المرأة بمناطق ثانية. مبادئ الخمسة التحليلية كبداية كانت فقط خاصة بالمرأة، كان يصير عليهم تحليل شخصية، يعني المرأة كيف هي تطور هالخمس مبادئ بشخصيتها، بس ولكن فيما بعد هي المبادئ صارت خاصة بالرجال وشفنا الصورة التدريبات الخاصة بالرجال، وبعدين صارت ضمن أطروحة جينولوجيا كبند أساسي بتحليل المجتمع. يعني نحن اليوم لما عم بيصير عنا جلسات حوارية، نقاشات، ورشات عمل، هالمبادئ الخمسة عم نطرحها حتى بين المجتمع، كافة فئات المجتمع، كافة الأعمار لكلا الجنسين، وعم نطور عليهم أطروحات ثانية، وعم نطور عليهم شخصياتنا، وعم نحلل عليهم شخصياتنا لحتى نحن نعرف وين النقص عنا وين فينا نكمل عليه لحتى نقدر نوصل لحرية المرأة. هي واحد. الشغلة الثانية العقد الاجتماعي اللي ظهر بعام 2000 كان امتداد لهذا المشروع، يعني نحن أول شيء ما رح نعمل عقد اجتماعي. نحن أول شيء تجردنا من الذهنية السلطوية، فيني أقول أكثر بتعبر أكثر عن الذهنية الذكورية. الذهنية السلطوية اللي كانت موجودة كمان رح كرر بكلا الجنسين، يعني ذكرت الدكتورة نعمت إنه النساء كتبوا بعض الدساتير وكانت مسلمة للنساء أكثر من ما كتبت بيد الرجال. فالتحرر من هي الذهنية لحد ما وصلنا لسنة 2000 لحتى قدرنا نعمل عقد اجتماعي بيشمل النساء والمجتمع، فنحن لما عم نقول المجتمع كمان عم نشمل كلا الجنسين الاثنين رجالا وذكورا. طبعا هدول كلياتهم سلسلة ونتيجة هاي الأمور طلعت الجينولوجيا. الجينولوجيا أنا حابة شوي نوه عليها أكثر
وكطبعا آخر المشاريع اللي وقفت عليها بشكل خاص تدريب الرجال ضمن المجتمع. فانفتحت تدريبات خاصة للرجال بين المجتمع، يعني بغض النظر عن الكوادر اللي عم بتدير هذا المجتمع، فهدول الرجال ليتعرفوا على ذواتهم، ليقدروا يتخلصوا من هي الذهنية السلطوية. طبعا نحن النساء ما عم نحكي عنهم لأنه هذا الشيء متواجد ومستمر، بس ولكن الرجال اللي بيعتبروا حالهم أحرار، بيعتبروا حالهم ما عندهم مشكلة، بيعتبروا حالهم ما لهم سلطويين، فهي بتشكل إشكالية عنا. فنحن اليوم لما عم يصير عندنا مؤتمرات نسوية وعم نناقش هي الأمور، الرجال عم بيكونوا مبتعدين عن هذا الموضوع، فبالتالي عم بيصير عندنا خطة استراتيجية كمان رح تركز على هذه الكلمة، لأنه هي للمدى البعيد لنتخلص من هي الذهنية ونحقق حرية المجتمع اللي رح تحقق حرية المرأة اللي رح تحقق حرية المجتمع. الإفراج عن أجلاء. أنا عايزة أعتبر إن مبادرة نون آلية لحملة أكبر هي ما تحدث عنها الزميلات. في زميلة قالت إن إحنا عايزين نعمل كونفدرالية عالمية للمرأة وانتوا بتتكلموا، أو كونفدرالية عربية أو شرق أوسطية، يعني المهم إن إحنا نعمل كونفدرالية. أول امبارح لو انتوا فاكرين طرح جبهة نضالية نسائية، يمكن جبهة نضالية نسائية دي ونقول عالمية هيدخل بقى تحتيها العربية والشرق أوسطية وكل دول العالم والحقوقيين اللي بيدافعوا عن الحريات. فعايزة نطلع بتوصية الجبهة النضالية يعني النسائية، ونطلع